السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية المكثفة الثانية بالمدينة النبوية لعام 17 و400 وألف من الهجرة النبوية. وقد اشتملت هذه الدورة على دروس في علم الفرائض للشيخ عبد الصمد كاتب، دروس في علم التجويد للشيخ عبيد الله الأفغاني، دروس في أصول الفقه للشيخ محمد بن سعد اليوبي والشيخ أحمد بن محمود بن عبد الوهاب، دروس في العقيدة للشيخ صالح بن عبد الله الحديثي، دروس في الفقه للشيخ أحمد العمري والشيخ ريحان المطيري والشيخ حمد الحماد، ودروس في التفسير للشيخ محمد بن عمر حوية. والآن مع الدرس الأول من شرح نظم الجزرية في علم التجويد للشيخ عبيد الله الأفغاني. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. واحد منكم يقرأ. عندكم متن جزري؟ ما عندكم. فاقدوا شيء ما يعطي. إذا ما عندكم كيف نستفيد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزر الشافعي. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. هكذا يقول راجي عفو رب سامعي. راجي مضاف، عفو مضاف، رب مضاف إليه، سامع صفة، فالمضاف مع المضاف إليه مضاف إليه راجي. من هو راجي؟ محمد بن الجزري الشافعي. اسمه محمد بن محمد بن محمد إلى أن يصل نسبه إلى ابن الجزري. ابن الجزري منسوب إلى جزيرة ابن عامر، وهي بين موصل والشام. في هذه الجزيرة ولد رحمه الله، وهو عالم من علماء الإسلام في الحديث، وكذلك اشتهر في القراءات، وهو المشهور صاحب النشر في القراءات العشر وغيرها من الكتب. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات، وفي نسخة لينطقوا، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف، من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذه مقدمة لهذه المنظومة بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول رحمه الله: بعدما قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، من هو محمد عليه الصلاة والسلام، وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. يعني مقرئ القرآن معطوف على ما قبل، يعني صلاة الله
وسلامه على نبيه ومصطفاه ومحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكذلك مقرئ القرآن الذي يقرئ القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيشمل هذا الدعاء كذلك لمقرئ القرآن مع محبه الذي يحب مقرئ القرآن. وفعلا الذي يحب مقرئ القرآن وإن شاء الله هو منهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم يقول وبعد، وفعلا أنتم عندكم لغة معروفة وأنتم أهل اللغة. بعد ظرف مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة، والإضافة منوية، معناه أي بعد الحمد والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه مقدمة. إن هذه إشارة، اسم إشارة لا بد من مشار إليه، والمقدمة لسه ما ألفت على حيز العدم، وكيف يشار إليها وهي غير موجودة؟ إذا سألتكم ماذا يكون جوابكم في هذا حينما يقول رحمه الله إن هذه مقدمة وهذه إشارة لا بد من مشار إليه، والمشار إليه غير موجود، وكيف يكون توجيه الإشارة لشيء المعدوم؟ وجهان، يعني في هذا وجهان. الوجه الأول يحتمل أنه ألف المقدمة المنظومة ثم أتبعها بهذه المقدمة بهذه الأبيات، فهذا إشارة إلى محسوس، يعني إشارة صحيحة. المقدمة التي مؤلفة من هذه الأبيات الموجودة فهو يشير إليها إن هذه مقدمة، هذه مقدمة. أو بمعنى الوجه آخر، بمعنى أنه استحضرها في ذهنه كأنها مشاهدة، فلهذا أشار إليها بهذه. هذا من ناحية توجيه الإعراب ومن الإشارة هذه. وبعد إن هذه مقدمة، أو إذا قلت مقدمة كل جائز، فيما على قارئه أن يعلمه، أي في الشيء الذي على قارئ هذا، فيما على قارئه أن يعلمه، علمه. الناصبة مصدرية تجعل ما بعدها تأويل المصدر، يعني فيما أي لازم، هذه المقدمة فيما في الشيء الذي لازم على يوجب الإجابة، لازم على قارئه علمه، وهو علم التجويد. وسيأتي إن شاء الله في بابه من ناحية الحكم ومن ناحية التجويد ما هو التجويد، ومن ناحية مثلا أقوال العلماء رحمهم الله فيه. نحن نشرح نفس الأبيات، فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم. شوف هنا قارئ مفرد وهنا ضمير جمع، إذ واجب عليهم أي على القراء. القارئ باعتبار المعنى جمع، كل قارئ يشمل كل من يقرأ القرآن قارئ، والمراد منه القراء. إذ واجب عليهم أي على القراء. من القراء؟ الذين يقرؤون القرآن. إذ واجب عليهم محتم تأكيد صفة،
قبل الشروع أولا أن يعلموا، يعني أن يعلموا أولا قبل الشروع. ماذا يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا، لام تعليلية. لماذا؟ كي يتلفظوا بأفصح اللغات. ما هو الشيء الذي أفصح اللغات؟ القرآن الكريم، اللغة العربية هي أفصح اللغات، والقرآن مرجع. فإذا كان القارئ يلحن في القرآن فهذا عليه مؤاخذ. أولا أنه أخطأ في تلاوته، لأن الله أنزل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام مجولا مرتلا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن حق تلاوته أن تقرأ كما أنزله الله. يقول المفسرون رحمهم الله في هذه الآية أن يتبعونه حق اتباعه، يتلونه أن يتبعونه حق اتباعه، ومن حق اتباعه أن يقرأه كما أنزله الله، لا زيادة ولا نقص، لأن القرآن نقل، هكذا نقل إلينا مرتلا مجودا من لدن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. ليس بمعقول بأن الله يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتلقى القرآن من الجبريل، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والتلقي معروف عند أهل اللغة، أخذ ورد، هذا يقرأ وذاك يسمع، وذاك يقرأ وهذا يسمع، هذا يعلم وذاك يستجيب، هذا هو التلقي. والقرآن أنزله الله تعالى ووصل إلينا بالتلقي. لهذا يقول ابن الجزري، ويأتي هذا في بابه: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بعض مشايخنا جزاهم الله خيرا يرون أن التجويد ليس بلازم، وبعضهم ربما يتجاوزون أن التجويد بدعة. على كل حال ولكل وجهة هو موليها، وكل ما جاء من شخص أي من كان، سوى المعصوم عليه الصلاة والسلام، أن يكون من لوح محفوظ، قد يخطئ وقد يصيب. نحن نقول: ما معنى التجويد؟ هل التجويد هو هز النفس أو تحريك النفس مثل ما يفعلون بعض المتعلمين أو المدرسين حينما يدرسون ويهزوا أنفسهم أماما وخلفا، وبعضهم يمينا وشمالا، حتى بعضهم يحطون الأصابع في أذنيه ويميل هذا ليس بالتجويد، هذا هز وتحريك يخل بشرف القرآن. ولا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو يهز نفسه، هذا مستهتر، لأن الهز هذا من اليهود. في معرفة اليهود أو ترجمة اليهود سموا يهودا لماذا؟ إما من الرجوع، إنا هدنا إليك، ما رجعنا إليك، وإما من تهود أي تحرك، لأنهم لما كانوا يقرؤون التوراة كانوا يحركون أنفسهم، والمسلمون يتبعون.
اليهود والنصارى في كثير من الأشياء، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف اليهود والنصارى حتى في العادات، كان يخالف. نحن نوافق حتى في العبادات، العادات والعبادات كله مطلوب منا أن نخالف اليهود، لكن انتشر تقليد أعمى أو عادة سيئة دخلت في الإسلام. بعض الأشخاص أو بعض المشايخ يرون أنه لا بأس، هذه عادة لكن لا تدخل فيما فيه لا بأس حتى تكون في بأس. فأنت احذر من مشابهة اليهود حتى في قراءة القرآن، لا تهز نفسك. وهذا الكلام ليس من عندي، هذا كلام من المشايخ، منهم شيخ تويجري ذكر هذا الكلام، منهم ابن كثير رحمه الله في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله. في كلمة تهود ذكر هذا الكلام لأنهم كانوا يتحركون إذا قرأوا التوراة، فلا ينبغي لقارئ القرآن أن يتحرك، يكون عليه السكينة والوقار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الخاشع ما يتحرك، التحرك هذا ينافي الخشوع، فلهذا ليس هذا التجويد. كلامنا في التجويد ليس هذا التجويد، وليس التجويد كذلك بالتغني، التغني الذي يخرج الحروف عن مبانيها أو عن صورتها الأصلية، هذا ليس بالتجويد. التجويد ملخصه إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء الصفة اللازمة لها حيث تتميز الحروف بعض عن بعض، هذا ملخص التجويد. لهذا يقول ابن الجزري: وهو أي التجويد إعطاء الحروف حقها. ما هو حقها؟ من صفة لها ومستحقها، من صفة لها، من بيانية، يعني من الصفات اللازمة لها، لأن الحرف لا يتميز إلا بالصفة اللازمة لها. قد تكون الحروف عدة أحرف مخرج واحد، وتسمى هذه الحروف المتجانسة، وأنتم تعرفون هذه الأشياء: تماثل، تجانس، تقارب، مخرج واحد وصفات مختلفة، مثل الطاء، مثل التاء، مثل الدال. هذه 3 أحرف مخرج واحد. إذا أردت أن تعرف المخرج تسكن الحرف وتأتي بهمزة مفتوحة وصلية وتنطق بها، حيثما انتهى هناك مخرج. أنت لما تقول تعرف مخرج الدال فين، سكن الدال، قل هذا عرفنا أن الدال هنا مقدم الفم تحت أصول الثنايا العليا مع اللثة. وإذا أردنا أن نعرف الطاء ماذا نقول؟ طاء، نفس المخرج، إنما تتميز بصفة، لأن الطاء من الحروف المطبقة مستعلية، والدال من الحروف المستفلة ليست مطبقة، هذا الذي يميز. نبغى تاء، نفس المكان، من الحروف المهموسة مستفلة ليس مستعلية ولا مطبقة، تتميز الحروف بهذه الصفات. وهذا من يقول أنه ليس بواجب. طيب إذا لم يكن هذا واجبا صار اختلط الطاء مع التاء. إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم، لحن ما في طاء، هذا تاء ليس بطاء، لابد تميز بصفتها الطاء حتى تتميز من التاء. تقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، أطأ هكذا، هكذا، هكذا. وهذا ما أظن في أحد يشك أنه ليس بواجب. هذا هو التجويد، كأن الاختلاف لفظي،
بعض الناس يعني يحكمون بأن التجويد ليس بلازم، كأنهم يريدون مثل ما ذكرنا لك، وهذا ليس بالتجويد. التجويد كما ذكرنا إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء الصفة اللازمة لها حتى تتميز الحروف بعضها عن بعض، وهذا هو التجويد. أترضى أن يقرأ القارئ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يجوز هذا؟ ما يجوز، لأن الأفضل تقاف بالغين وليس له معنى. إيش معنى مستقيم؟ إن الله على كل شيء قدير، ما يصير. هذا هو التجويد، يعني بمعنى تفسح الحروف، تخرج الحروف من مخارجها ويعطيها صفة اللازمة لها. هذا هو. إذا كان ما هو واجب، ما هو الواجب؟ طيب هذا الذي يعني ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثما. كثير من القبائل شاهدنا في الجنوب يبدلون القاف بالغين والقاف بالقاف، وهذا مشهور عندكم. بدل ما تقول لواحد ماذا تقول، يقول ماذا تقول، قم يقول قم، اهدنا الصراط المستقيم، ما يجوز. وهذا هو التجويد. لهذا يقول رحمه الله تعالى: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. وأفصح اللغات كلام رب العالمين. أنا في الحقيقة أتعرض لهذا الشيء. لماذا؟ حينما أسمع بعض الأخبار من بعض مشايخنا الله يجزيهم خير بأن التجويد بدعة، فأستغرب كيف تجرأ إلى هذا. إذا كان التجويد بدعة، هؤلاء القراء الذين من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلى أن يوم القيامة السلسلة الذهبية هذه كلهم كانوا بدعة، مشوا على البدعة، هذا خطأ. فلا نوافق معهم. أولا نعرف التجويد ما هو، ثم نحكم عليه بالحكم. فلهذا واجب، تجويد واجب مثل ما ذكرنا لكم. أما من ناحية الغنات والإخفاء أو مثلا المدود، والمدود على قسمين: مد طبيعي ومد زائد. المد الطبيعي هذا لازم. المد الزائد فيه فرق. هناك من يرى إلى 5 حركات، من يرى إلى 4 حركات، من يرى إلى 6 حركات، و6 حركات هذه يعني نهاية. وبعضهم يرون في الأذان وفي غير الأذان 8 حركات. فهذه من مكملات التجويد، غنات والإخفاءات مكملات التجويد. فلهذا التجويد لازم. لهذا يقول: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. ثم يقول: ترى أنا ما عندي ساعة وأنتم بعدين تذكروا علي. محرر التجويد والمواقف. محرر التجويد هذه الكلمة منصوبة، وقعت حال كونهم محرر التجويد، حال كون القراء الذين يقرؤون القرآن يكونوا متقن التجويد. محرر بمعنى متقن. محرر التجويد والمواقف، وكذلك متقن المواقف، كيف يقف وكيف يبتدئ، لأن معرفة المخارج ضرورية، ومعرفة الصفات ضرورية، ومعرفة المواقف ضروري، ومعرفة الابتداء ضروري. والقرآن هكذا نقل إلينا. والشيء الذي نقل لا يجوز فيه اجتهاد، لأن القرآن كما تعلمون عبارة عن اللفظ والمعنى. فإذا خلل القرآن يعني أخذنا بالمعنى، أخذنا بنفس القرآن. وإذا مثلا أتقنا اللفظ ولم نعرف المعنى ولم نطبق، نصف القرآن. القرآن عبارة عن لفظ المعنى. لابد نقرأ كما أنزله الله تعالى، ونعمل بما فسر القرآن من الصحابة، من الرسول عليه السلام، من الصحابة، من التابعين وتبع التابعين، ومن أقوال المفسرين رحمهم الله.
هذا هو القرآن. فلهذا لابد من معرفة المخارج، وكذلك معرفة المواقف. المواقف إن شاء الله ستأتي هذه المباحث في موضعها، ولا بد من معرفة المواقف. المواقف على سبيل الاختصار، الناس يعرفون ما يعرفون إلا رموز التي كتبت في المصاحف من صلي قلي ميم طاء جيم، هذه ما يعرفون إلا هذا، وهذا من تساهل. ينبغي للإنسان أن يكون عنده إلمام في هذا الباب حتى يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى. المواقف على 4 أقسام: وقف تام، ووقف كافي، ووقف حسن، ووقف قبيح. هذا اصطلاح للقراء منهم الجزري وغيرهم، مشوا على هذا. لكن من الذي يعرف هذا؟ الذي له إلمام في اللغة العربية. والذي ليس له إلمام في اللغة العربية قد يبدأ من وسط الكلام، مثل بعض الناس الذين عندهم حزب، يقرأ مثلا كل يوم حزبة، يعني جزء فرضا، وختم الجزء الرابع، ووقف على قوله جل وعلا والمحصنات من النساء، وفي اليوم الثاني يجي أو في التراويح ختم الجزء الرابع، وفي التراويح في الليلة الثانية يجي والمحصنات من النساء. حرام، ما يجوز. طيب المحصنات ايش وقع في الإعراب؟ لا هو مبتدأ ولا هو خبر، وأنت بدأت بأول مرة من المحصنات، هذا خطأ. هذا قد يصدر من كثير من القراء، وقد شاهدنا وسمعنا خصوصا في رمضان. هذا مثل الأحزاب اللي مكتوب حزب، وهذا ليس بصحيح. وقد انتقد على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام النووي رحمه الله بأن مواقف ضرورية، معرفة المواقف ضروري. والمحصنات داخل في حرمت عليكم أمهاتكم، قبلها بآية طويلة، حرمت عليكم المحصنات، وأن تبدأ من بداية والمحصنات ما يجوز. كنت في سنة من السنين في رمضان وأنا ماشي، وإذا بأسمع القارئ أول ما بدأ يعتذرون إليكم من أول الجزء، فاستغربت، عالم وبعدين دكتور يعتذرون إليكم، استغربت، قلت سبحان الله، هذا تساهل. قبلها آية يبدأ من أول الكلمة، أول الكلام. وهذه طريقة القراءة الصحيحة، بحيث الإنسان ينتهي إذا وقف ينتهي في نهاية الكلام، يقف على نهاية الكلام، وإذا بدأ يبدأ من أول الكلام. هذه فائدة للمواقف. لهذا يقول رحمه الله تعالى محرر التجويد والمواقف. ثم يقول وما الذي رسم في المصاحف، كذلك يكون محرر التجويد والمواقف ومحرر الشيء الذي ما موصولي. وما الذي ما استفهامية، الذي موصول صلة أو موصول. وما الذي رسم في المصاحف، أي كتب في المصاحف. ما هو الذي كتب في المصاحف؟ من كل مقطوع وموصول بها، أي فيها. باب معنى فيه، حروف الجر تنوب بعضها عن بعض. بها أي فيها، أي في المصاحف. المراد من المصاحف مصاحف عثمانية رضي الله عنه، حينما أمر بنسخ المصاحف، قيل 5 قيل 6، وزعها وترك في المدينة واحد لنفسه واحد لأهل المدينة، وأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى كذا. هذه المصاحف التي كتبت فيها يعرف ما هو الكتابة التي كتبت هذه الكلمة، وكيف كتبت، كيف يعني ركبت هذه الكلمة بأي شكل، ويكتب مثلها. هذا يتعلق بعلم الرسم.
رسم المصحف. وهذا من مهمات معرفة القراءة الذي يعتني به الإنسان حتى يعرف كتابة القرآن وكيف كتبت، لأن قد تكون الكلمة كتبت على غير إملاء الذي موجود، لأنها تحتمل عدة قراءات. فلهذا يقول رحمه الله: وما الذي رسم في المصاحف، ثم يبين من بيانية من كل مقطوع وموصول بها، أي فيها، أي في هذه المصحف. كيف معنى مقطوع؟ المقطوع كلمة أو كلمتان كتبت كل واحدة لحالها، هذا مقطوع. أجي أتي لكم بمثال: فيما، حيثما، ما لهذا الرسول. شو ما لهذا؟ مكتوب لام لحال، هذا لحال. فيما مكتوب في لحال، ما لحال. وفي بعض المواضع نفس الكلمة مكتوب مشبوكة، هذا معنى موصول. ومقطوع معنى كتابة لحالها، حرف لحاله مكتوب وذاك لحال، هذا معنى مقطوع. والموصول لمعنى كل واحد متصل مع بعض في الكتاب. فيما، حيثما، أينما. أين لحال، ما لحال يسمى مقطوع، وأينما مجموعة يسمى موصول. لهذا يقول: من كل مقطوع وموصول بها، أي فيها. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ويعرف، أي يكون محرر معرفة التاء التي هي التانيث ولم تكتب أو كتبت بالهاء، لأن تاء التانيث كتبت في المصاحف العثمانية على شكلين: شكل مفتوحة، هي تاء التانيث مفتوحة. ما معنى مفتوح؟ يعني هكذا فوقها نقطتان، مثل نعمة، رحمة، نقمة، لعنة، هذه مكتوبة هكذا، تاء مفتوحة كذا، هذه يسمى تاء. ونفس الكلمة في مواضع أخرى مكتوبة مدورة مربوطة هكذا، نعمة هكذا، هذا معنى هاء. لهذا يقول رحمه الله: وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، أي لم تكتب بالهاء، يعني بالتاء مربوطة، كتبت بالتاء مفتوحة. وفائدة هذا الوقف، كيف تقف عليها. وكذلك فائدة الموقوف، المقطوع والموصول، حينما أردت أن تقف كيف تقف؟ هل تقف بالتاء أو بالهاء؟ تاء التانيث إذا كان مربوطة بالهاء، الوقف بالهاء. نعمة، رحمة، نقمة، هكذا. وإذا كانت مفتوحة نعمة، وهي تاء التانيث، رحمة، نقمة، امرأة، هكذا. امرأة فرعون مكتوب بالتاء مفتوحة. هذه فائدة الإتقان في تاء التانيث. كثير من الناس ما يعرفون هذه الأشياء، ربما يخلط لأنه ما تعلم، والشيء الذي لا يؤخذ من مصدره ربما يغلط أشكال مما يصيب، حتى ولو أصاب فقد أخطأ، لأنه ورد في الحديث يمكن تعرفون أو تذكرون وتحفظون، واستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوى مقعده من النار. والحديث رد على الدرجة الحسن، لا أحد يقول ضعيف، قد بحثنا عنه. وفي رواية حديث آخر نفس الحديث: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه ما أخذ من مصدره، اجتهاد من عنده، صدفة أصاب، فهذا لا ينبغي التساهل. لهذا يركز المصنف رحمه الله من هذه الناحية حتى يكون الإنسان واعي يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى، لا يجتهد. الاجتهادات في الأمور الاجتهادية النقلية لابد تنقل كما نقل إلينا، لا زيادة ولا نقص.
هذا هو القرآن الذي أمرنا الله به بتعلمه، والرسول عليه السلام رغبنا فيه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسمع بعض المشايخ جزاهم الله خيرا يفتون إذا سئلوا: هل التجويد واجب أو ليس بواجب؟ وهذا سمعتم وأنتم وأنا سمعته عدة مرات، وشيخنا الله يذكره بالخير أي من كان يقول ليس بواجب، عليك أن تقرأ القرآن كيفما شئت، لأن الرسول عليه السلام يقول: والذي يتتعتع الماهر بالقرآن مع البررة الكرام، والذي يتتعتع في القرآن فله أجران، من غير ما يقول له تعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتعلم، والله أمرنا بالتعلم. كان ينبغي أن يقول: لابد من تعلم. بعد التعلم إذا تتعتعت لك أجران، إما يقرأ القرآن وتخلي الحبل على الغارب ويكسر القرآن من أوله إلى آخره، ثم له أجران، والذي يقرأ مسكين الصحيح وهو يقول له أجر، هذا ما نقدر نوافق معه. هذا ترى فيها ملاحظة، لابد من المراجعة، لابد يتعلم. بعد التعلم له أجران صحيح، والذي يتتعتع يعني يتعلم ويتحمل مشقة التعلم، وكذلك مشقة مثلا التلقي، فهذا له أجران. أما بمجرد ما تقول له ويكسر القرآن فهذا ترى فيه ملاحظة، فيها ما فيها من الفتوى. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يتجرأ في قراءة القرآن إلا أن يتعلم، ثم إن شاء الله له الخير. ولهذا يقول ابن الجزري: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذا كانت تاء أنثى كتبت بالهاء يعني مربوطة، الوقف يكون بالهاء وتسمى هاء لا تسمى تاء. مثلا تقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هكذا تقف، لا تقول وآتوا الزكاة كما يقفون بعض القبائل. ترى وقف على التاء حينما تكون مربوطة، لأن القرآن أنزله الله على لغة العرب، عن لهجات العرب. شاهدنا في الجنوب فيه قبائل أنهم يقفون التاء على التاء ولو كان مربوطة بالتاء. هذه لغة ثابتة لكن قليلة، لم يعمل بها في القرآن. لابد القرآن يقرأ كما جاء قراءته من السلف رضي الله عنهم إلى أن وصل إلينا. يعني التاء المربوطة لازم تقف بالهاء، لا تقول وأقيموا الصلاة، هذا خطأ. الصلاة حتى في الإذان وفي الإقامة، إذا كان مثلا من هذه اللغة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذا خطأ. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، إلا إذا وصلت قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، هذا شيء آخر. أما إذا عند الوقف بالها. أما إذا كانت تاء تعنيف مفتوحة أو تقول مجرورة أو تقول مطولة فهناك بالتاء اعتبارا للرسم العثماني، اتباعا للرسم. هذا عند جميع القراء. فلهذا لا ينبغي للإنسان إلا أن يتعلم ما يتعلق بالرسم وما يتعلق بالتجويد حتى تكون عهدته بريئة ويكون إن شاء الله في خير، ويحصل إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا كان الله يحثنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، والرسول عليه الصلاة والسلام يرغبنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في البخاري خذوا
القرآن عن 4، عن فلان ابن فلان، عن فلان من فلان من فلان، بمعنى تعلموا، ما هو يقرأ القرآن كما يشاء. أنا في الحقيقة كنت قبل ما آتي إلى هذه الجزيرة المباركة ما كنت أتصور بأن هناك عربي أو بأن هناك عربيا، عشان لا تنتقدوا علينا، بأن هناك عربيا يلحن في القرآن، لأن القرآن لغة عربية ولغته لغة عربية، وكيف يلحن القرآن وهو عربي؟ لكن مع الأسف لما اجتزت من البحر وأنا عن طريق الخليج جائي سنة مشقات، لا تحسبوا بأنكم مثلكم ما شاء الله إذا سافرتم إلى أمريكا في عدة ساعات وأنتم في أمريكا، ومن هناك عدة ساعات وأنتم في المملكة المباركة هذه. ما كان الأمور هكذا، جلسنا في البحر تقريبا شهر ونصف، سفينة شراعية، فإذا جاءت الرياح مشت وإلا وقفنا، جلسنا فيها أيام ليالي وحسنا فيها. الحاصل بعد ما اجتزنا من البحر وفرحت بأني دخلت في البلاد العربية، وإذا بأسمع القرآن مكسرا، والله تأثرت تأثرا بالغا، يعني تعجبت لماذا تساهل، حتى وصلنا إلى عدن. في عدن كان في مسجد يسمى مسجد أبان، إذا كان عندكم من الإخوان الجمعة يعرفون مكانه. كان هناك شيخ يدرس بين العشاءين، وأنا ابن السبيل جالس كذا، فسألت فتطرق في الكلام إلى قراءة القرآن وكذا، حصلت فرصة فقلت يا شيخ، كلهم واجهوا أنظارهم إلي، يعني الحاج كيف يتكلم بالعربي، لأن الحجاج ما يعرفون، وأنا الحمد لله طالب العلم، حتى كنا ندرب نفسنا باللغة العربية في وقت الذي كنا نتعلم الشباب بيننا. قلت لماذا؟ ما كنت أعتقد بأن العربي يلحن في القرآن، لكن مع الأسف لما دخلت بلادكم وجدت من لا يحسن القراءة. الحاصل الرجل جزاه الله خيرا تأثر، ثم قال هذا التساهل ما ينبغي، حتى وصلنا إلى صامتة، وصامتة معروفة عندكم، عند الشيخ قرعاوي رحمه الله مع الشيخ حافظ رحمه الله. سمعت أن الشيخ حافظ يستمع من الطلبة قبل بداية الدراسة بساعة قرآن بس، فجلست جنب واحد عشان أستمع كي ينشرح صدري من قراءة صحيحة، والطالب يقرأ والشيخ يستمع ويرد عليه وأنا ساكت. بعدما انتهى قال للطالب، أشار إليه يناولني القرآن، ناولني القرآن وأنا ذاك الوقت شاب مثلكم، وصوتي جميل وعندي استعداد، فبدأت أقرأ والشيخ تعجب سكت. بعدما قرأت يعني خلاني أقرأ حتى ورقة ونص تقريبا، بعدما كان يستمع صفحة استمع مني هذا المقطع كبير، ثم قال ما شاء الله إن تعلمت القرآن. قلت الحمد لله في بلادنا. قال ما شاء الله في بلادكم يقرؤون القرآن مثل هذا. قلت لماذا؟ القرآن أنزله الله تعالى للعرب خاصة والعجم مساكين محرومين. فتبسم رحمه الله. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال للحاضرين وإلى الآن موجودين يعرفوني الدكاترة بعضهم الذين عاصرونا في ذاك الوقت يعرفون. قال من بكرة من غد هذا أستاذكم، لا أعلمكم أنا ولا أدرسكم. وفعلا جلست معهم شهرا كاملا في الفاتحة، تصدقوني في الفاتحة بعضهم ما تعدوا من الفاتحة في شهر كامل.